فين أحمد حمدي؟ هو في إيه تحت المية في البحر؟ إيه الحكاية؟ ولليوم ال13 على التوالي البحر رافض يرجع أمانته. مأساة هزت قلوب مصر كلها، كل دقيقة بتعدي بتزيد وجع عيلته وحسرة كل اللي عرفوه. أحمد حمدي رزق شاب عنده 20 سنة نزل البحر في راس البر عشان ينقذ أطفال كانوا بيصارعوا الغرق. أنقذ الأرواح، لكن هو اللي بلعوا الموج قدام عيون الكل. لحظة فداء كتبت اسمه بماء الذهب، لكنها كتبت نهاية مؤلمة لقصته. فريق الإنقاذ نزل الصبح بدري، لحقوا 7 شباب، لكن أحمد اختفى. أهله في انتظار موجع ودعوات بالملايين عشان يرجع لهم. الأمل بيضعف، لكن الإيمان بقضاء ربنا هو اللي بيصبرهم. السؤال اللي بيوجع الكل، هل الأمواج هتسكت عن سرها؟ وهل جثمان أحمد هيرجع عشان يدفن بكرامة؟ في وسط الأمل اللي بيكبر كل يوم، وصل فريق الكابتن هشام الشبكي للمساعدة في البحث مع الفرق التانية عن الفقيد. يمكن يكون ده الأمل اللي هينهي انتظار العيلة ويرجع لأهله جزء من سكينة قلوبهم. ادعوا لأحمد إنه يرجع لأهله. تابعوا معانا كل التطورات في قضية البطل أحمد حمدي رزق.